السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو جديد، رياكسيون جديده. قبل ما ندير الرياكسيون على علي نجم اروع ما سمعت عن المراه، كنبغي نقول ديديكاس كبير 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 امينه اللي صيفطات لي الفيديو. غنديروا رياكسيون ديالنا على علي نجم من اروع ما سمعت عن المراه. كنظن بانه شعر او شيء من هذا القبيل. تابونا في لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو فيديوهات. حق المرأة في هذا اليوم إلى كل امرأة: أنت جميلة بما تحمله هذه الكلمة من معنى. جميلة من الداخل، جميلة من الأخلاق، جميلة من الرقي، جميلة من الأسلوب، وجميلة من الذكاء. يقول لك المرأة ما تسأل سؤال إلا هي عارفة إجابته مسبقا، فحط بالك عزيزي الرجل، ترى هي فاهمة كل شيء. وإن كانت تبي تعدي بكيفها، وإن كانت تبي تحاسب فهي ممكن تحاسبك على شغلة صغيرة، ولكنها تدري أن وراها الشغلة هذه راح تطلع أشياء كبيرة. كاتمة أسرار بشكل مهول، ولكنها كاتمة أسرار نفسها. يمكن نقول بأن المرأة ما تقدر تخش سر بينها وبين نفسها، والمرأة تنقل السر بينها وبين اللي حوالينها، إلا أسرارها، إلا رؤياها، إلا فكرها، إلا طموحها، وإلا أعمق إحساس فيها. المرأة عبارة عن شقول صعبة، لأنها حاليا هي تنتظر المدح، ولا تدري أنها هي بحد ذاتها مدح. هي حاليا تنتظر الكلام الحلو في حقها. ولكن خليني أقول لك شيء عزيزتي المرأة، بدونك كان ما كان في كلام حلو يقال لأحد أصلا. بدونك ما كنا راح نعرف الغزل، ولكننا راح نعرف الحب، ولكننا راح نعرف نحاتي، ولكننا راح نعرف نغار. بدونك ما كنا راح نتعلم يعني شنو معنى كلمة أحبك وأعشق وجودك وأحترمك وأتمناك دايما على يمناي. وراء كل رجل عظيم امرأة، بصناعتك، بأهدافك، بفكرك، بتوجيهاتك. أنتي صنعتي رجل، ففي البداية كنتي أخته، ربيتي معاه، راقبتي، طالعتي، تعلمتي معاه، وقمتي تنصحينه: ترى هذا غلط وهذا صح، وأنا أختك وأنا أعرفك، وأنا أختك وأنا أحبك، وأنا أختك وبيلك الخير. وقمتي بكل ما تحملين من قوة تحاولين بأن أنت تعطينا كل أنواع الحب اللي تمناها. ومن بعدها كزوجته عطيتيه وحبيتيه ووقفتي معاه وساندتيه وشجعتيه. والأحلى من هذا كله أمه، لأنك ربيتيه ولأنك عرفتي شلون تخلينه يحترم كل امرأة في العالم بناء على احترامه لك وبناء على تربيتك الصحيحة. لأنك أنتي عرفتي شلون تخلينه يحترم هذه المشاعر الرقيقة ويقدرها ويحطها فوق راسه. إلى كل امرأة، ترى أنتي علم كبير، ويا بخت اللي ياخذ شهادة منه. أنتي علم واضح وصريح، يا بخت اللي يقدر يدرسه صح. أنتي كتاب مفتوح بحاسيسك، بفكرك، بمنطقك، وبمعانيك كلها، ويا بخت اللي يقدر يقراك عدل. المرأة هذه هي، تنطر بس كلمات الحب، تنطر بس العواطف الصحيحة والصادقة. ما تلاحظ بأن المرأة فيها شيء عجيب؟ تعرف من نبرة صوتك إن كنت تعني هذه الكلمات ولا إن ما كنت تعنيها. هي تدري، وصدقني بأنها تشعر إذا كانت الكلمات اللي تطلع منك اتجاهها قد تطلع من قلب صافي، ولا مجرد كلام علشان تحشي فيه بعض المسافات الفارغة بينك وبينها. حطها بعيونك، دارها، حبها، احترمها، قدرها، راح تلاقي نفسك قاعد يجيك نفس اللي قاعد تعطيها إياه وأضعاف. بكل بساطة احترم كل ما تملك من مشاعر تجاهك، وهي راح تحترم حتى الأرض اللي أنت تمشي عليها. إلى كل امرأة، هدوءك هذا وحركاتك ترى نعرفها، والدلع اللي تدلعينه في غير أوقاته ترى نفهمه، عصبيتك في غير أوقاتها ترى نفهمها. ولما احنا بعد في دورنا كرجال نقول بأن قدمنا هذا القلب بما نملك هدية، فيجب أن تأخذينا على محمل الجد. إلى كل امرأة جميلة، إلى كل امرأة راقية، إلى كل امرأة متعلمة بما هذه الدنيا تحتويه من مشاكل ومن أيام حلوة. أنت أمنية، وأجمل أمنية لو تحققتي في حياته، وأنتي رضا وبركة من رب العالمين. راح تكونين أجمل بركة إذا رضيتي عليه، وأنتي أجمل سند
ممكن تكونين في حياته. إن كنتي أخت فأنت حلوة، وإن كنتي زوجة فأنت حلوة، وإن كنتي أم فأنت أجمل جميلة. إلى أختي، إلى زوجتي، إلى أمي، إلى كل امرأة علمتني معنى احترام المرأة في هذه الأرض، إلى الملكة التي جعلتني أقدر الأميرات، إلى الملكة التي ربتني بأن لا أرى دموع المرأة تذرف إلا بالسعادة. كلكم حلوين، كلكم تستاهلون كل خير، كلكم مشاعركم الحلوة هذه تستاهل من يقتنيها، من يحافظ عليها، من يبروزها، من يحطها داخل عينه ويغمض عليها، ومن يحطها داخل قلبه ويحبها زيادة. عزيزتي المرأة، انت حلوة، انت حلوة، ودي احلى منها كلمة. واو that was good. المهم كلمات جميلة في حق المرأة. يعني فريمون اللي كنلاحظ في المجتمع ديالنا حاليا، يعني غندوي على المجتمع ديالنا العربي، ما كاينش داك التقدير وداك الاعطاء الحق ديال المرأة. يعني ماشي الحق ديالها انها تسوق، انها تخرج، انها لا، كندويو على المشاعر، كندويو على الناحية ديال المشاعر، ديال الاحاسيس. يعني كتلقى ابن، كتلقى زوج، كتلقى صديق ما كيخرجش دوك المشاعر كاملين اللي عنده تجاه المرأة. مثلا كتكون عندك غير ما غاديش تنوض الصباح وغتبوس ليها الراس وصباح الخير وكذا يعني مجموعة ديال الافعال اللي خاصك انت كابن خاصك ديرهم. يعني تفيق الصباح، تبوس ليها الراس، الفطور، دوي معاها، ضحك معاها. يعني ما بقاش هذا الشيء، يعني ما بقاش هذا الشيء كيدار. ما عرفتش علاش. بزاف ديال الحوايج اللي خاصنا نديروهم تجاه المرأة، تجاه الاحاسيس ديالنا اللي عندنا المرأة، كأم، كأخت، كزوجة، كصديقة، كشحال من واحد. يعني المرأة بالنسبة لنا شي حاجة اللي ضرورية في الحياة. يعني امبوسيبل انك تعيش بلا ما تكون واحد المرأة في الحياة ديالك، سواء ام، سواء اخت، سواء صديقة. في هذا الجيل صعيب انك تخرج هذوك الاحاسيس ديالك، وصعيب انك تخرج دوك المشاعر ديالك. علاش؟ خوفا من ان الطرف الاخر يقدر يرفضك، وخوفا من انك يعني تجرح. يعني خوف من انك تجرح وتدخل في واحد الكآبة، ولا في واحد الحزن، ولا في واحد المشاعر اللي حتى واحد ما كيبغي انه يكون حزين، انه يكون مكتئب، انه يتعرض للرفض. فريمون من هذا الفيديو هذا الغرض ديالي ماشي انني نبارطاجي على نجم ولا شي حاجه، حيت هو مذيع في الراديو، كنظن راديو. يعني الهدف ديالي هو انني نوصل واحد الميساج، هو ان الانسان اللي عنده واحد المرأة في الحياة ديالو يخرج داكشي كامل اللي عنده، يخرجوا لديك المرأة. يعني كأم ديالو، كأخت ديالو، كزوجة ديالو. يعني يفرغ المشاعر ديالو. علاش؟ حيت حتى المرأة ماشي بحال الراجل. يعني الراجل كيكون قوي، كيكون قاصح بهذا المعنى، ولكن المرأة كتكون رطبة مثلا بهذه الكلمة. يعني كتبغيك انك تخرج لها المشاعر، كتبغي انك تقول لها داكشي اللي كاين في القلب ديالك، كتبغي تسمع دوك الكلمات الزوينين، تسمع الاحاسيس الزوينين، ولكن كلمات اللي هما واقعيين، ماشي اللي بصح، اللي فري، اللي كاينين، اللي انت كتكنهم لديك المرأة. ماشي داك النوع ديال البشر، ديال الشباب ولا ديال الرجال اللي كيستغلوا ديك الانوثه ديال المراه، وكيقولوا لهم شي حاجه اللي ما كايناش، غير هدف ديال الاستغلال. يعني فريمون بالنسبه لي انا ما كنكره هذا النوع ديال الرجال او الشباب. هادشي اللي كاين. فريمون غنبقى نستعمل بحال هاد المقاطع هادو باش ندوي على موضوع. يعني منها رياكسيون ومنها موضوع. يعني فريمون ديديكاس لعني نجم
وديديكاس كبير 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 لامينه اللي صيفطت لي الفيديو هذا، حيت كون ما كانتش امينه ما كنتش غادي نشوف هذا الفيديو، ما كنتش غندوي على الموضوع، ما كنتوش نتوما غادي تشوفوا هذا الفيديو. ديديكاس كبير 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 لكم بزاف بزاف بزاف. بيس اند لوف اخوتي، معكم خالد اونيا. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم، المقترحات ديالكم في لي كومونتير ولا في الجروب ديالنا في فيسبوك ولا في الانستغرام ديالي، مرحبا بكم. بيس اند لوف. هاي